السلام عليكم. يوم الجمعة في تسعينات القرن الماضي كان بيكون يوم الشيخ الشعراوي. بعد صلاة الجمعة بتبدأ خواطر الشيخ الشعراوي حول تفسير القرآن الكريم، وفي التوقيت ده مفيش بيت في مصر غني وفقير، جاهل ومتعلم، مثقف وعامي، ومش هبالغ لو قلت مسلم ومسيحي، إلا وصوت الشيخ الشعراوي طالع من بيته يفسر ويسهل معاني القرآن الكريم لينا كلنا. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كررها الله على لسان المؤمن، يجيبها المؤمن بأمر الله 17 مرة في اليوم، وإن أحب أن يزيدها. ليه؟ لأنها مشتملة على العقائد وعلى الأحكام وعلى القصص، ومطلوبات القرآن لا تتعدى هذا: عقائد وأحكام. الشيخ الشعراوي